والنتائج عمرها ما تتحسب بالورقه والقلم، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. ده ضد المنطق وضد الفطره وضد السنه الكونيه. السنه الكونيه بتقول ان النبي لوحده ما يعملش دوله ويعمل امه. رجل ضعيف، مش ضعيف كشخصيه، بس رجل ضعيف مش من اشراف قريش ان هو يبقى الامر الناهي في القبيله او الامر الناهي في المجتمع لوحده، وفقير يتيم. كل الاسباب الدنيويه بتقول ايه؟ لا، ما ينشئش امه، مش ما ينشئش دوله. امه يعني ايه؟ يعني احنا في امم مسلمه بتنتمي للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الاسباب الدنيويه ضد ده. ايه الاسباب الدنيويه اللي انت حضرتك تحسبها بالورقه والقلم؟ هل ده ينفع يحصل بالورقه والقلم؟ لا، ما ينفعش يحصل. ربنا ما بيتعاملش مع الناس كده، ربنا ما بيتعاملش مع عبيده كده، ربنا ما بيتعاملش مع الانسان كده. ربنا بيتعامل معاه انت تعبت خلاص، دورك انتهى، مالكش دعوه بحاجه. فوانت بتشتغل ما تبقاش شاغل نفسك بالنتيجه، ما تبقاش شاغل نفسك ايه اللي هيحصل، ماذا لو، افرض، طب ما ممكن، مالكش دعوه، لان ربنا اللي امرنا بده. ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي.